ده البشاميل، هاخد منه شويه كده اشيلهم على جنب عشان احطهم من فوق الوش، عشان هقول لكم هعمل ايه في بقيه البشاميل عشان تبقى اللازانيا باسهل طريقه ان شاء الله، ما يكونش فيها تعب كتير ولا تكلفه كمان. دي كده لحمه معصجه، هنزل عليها بقى بشويه قوطه انا بشرهم. لو مش عايزه تحطي قوطه مش ضروري انك تحطي قوطه، هسيبها لما تتسبك شويه كده وبعد كده اقلبها مع اللحمه المفرومه. ودي كانت قطعه فراخ كده عندي فاضله يعني، فرحت حطاها برضو ايه ازود بيها اللحمه المفرومه. كده القوطه اتسبكت مع قطع الفراخ ومع اللحمه. انا زودت لها طبعا ميه تاني لاني انا عاوزاها فيها ميه كتير عشان هي اللي هتطري اللازانيا، انا مش هسلق المكرونه يعني. بصي انا عملت ايه بقى، نزلت باللحمه المفرومه وبالفراخ والفلفل والكلام ده كله على البشاميل، وهحط بقى ايه طبقه لازانيا وطبقه بشاميل، طبقه لازانيا وطبقه بشاميل لغايه ما يخلص. كده انا دهنت الصينيه اول مره يعني، اول حاجه تحت بشاميل من غير سمنه، بشاميل بس كده. والبشاميل ده على فكره معمول من غير سمنه برضو. عاوزه بقى انتي تزودي لها جبنه نستو، عاوزه تزودي لها للبشاميل يعني قشطه براحتك، بس انا بعمل الحاجه خفيفه قوي قوي عشان تتاكل، لان اي حاجه تقيله مش بيرضوا عندي الولاد ياكلوها، فعلى قد ما اقدر بقلل السمن، بقلل الدهون كلها عموما بقللها يعني. كده انا حطيت طبقه لازانيا اهي، وكده طبق البشاميل بقى بالحاجات اللي فيه، هحط طبقه لازانيا تاني. كده حطيت طبقه لازانيا نيه، ما حطيت لهاش ميه ولا اي حاجه خالص، اللازانيا نيه من العلبه على طول على الصينيه. وادي طبقه البشاميل اللي باللحمه، ولو في زيتون كمان مخلل كنت بحط لها، بس لسه الزيتون ما استويش يعني، خللته بس لسه ان شاء الله لما يستوي هبقى احط فيها زيتون، بحط فيها كل حاجه زيها زي البيتزا بالظبط. كده هحط بقى تاني طبقه لازانيا. دي كده اخر طبقه لازانيا حطيتها. هحط بقى البشاميل اللي قلت لكم عليه ده، اللي هو ما فيهوش لحمه ولا فيه اي حاجه، عشان لما ادخلها الفرن يطلع كده لونها كويس. دول كده شويه البشاميل اللي انا كنت شايلاهم عشان احطهم ايه من فوق الوش، يبقوا بيض ما فيهمش صلصه ولا لحمه ولا كده. انا بقى بسيب دي في التلاجة ليله، يعني ممكن اقل حاجه تسيبيها ساعتين، هتشرب بقى البشاميل ده كله وهتطرى وهتبقى جميله ان شاء الله. انا بعملها كده على طول، بسيبها كده ليله في التلاجة وتاني يوم اسويها. دلوقتي انا عاملاها الصبح بدري جدا، هحطها في التلاجة وهطلعها بقى ايه قبل الغدا بشويه كده ادخلها الفرن. لو انتي مش حابه ومستعجله عليها ممكن تسلقي المكرونه، بس الصراحه انا ما جربتش يعني طريقه سلق المكرونه قبل كده، معرفش يعني معرفش نتيجتها ايه. دي اللازانيا اهي بعد ما طلعتها من التلاجة، سبتها تقريبا كده 6 ساعات، بس ما حطيتلهاش سمنه بقى خالص، غير هو بس ايه السمنه اللي في اللحمه المفرومه. فهدهن وشها بقى سمن وهدخلها بقى الفرن كده ايه تسخن وتاخد وش. انا مطلعاها من التلاجة كده بقالها حوالي ساعه ولا حاجه عشان تهدى من سقعيه التلاجة. هدخلها بقى واوريها لكم بعد ما خرجتها شكلها ايه. بصي كده اهي لسه طالعه اهي من الفرن، هقطعها بقى واوريها لك هي طريه ازاي. بصي بقى بتتقطع ازاي، عشان قعدت في التلاجة فترة، فطريت اللازانيا نفسها طريت، ما فيهاش بقى تجليدة ولا اي حاجة خالص اهي. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم فيها. الف هنا.